السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. تعالي شوفي بقى الحلويات اللي عملناها دي. فطيرة خلية النحل، حاجة كده سهلة وجميلة، وفطير كده قطني وجميل خالص، سهل وطري وشكله تحفة بصراحة. عجينة مضمونة وممتازة. تعالى اقولك عملتها ازاي. المقادير بتاعتنا هيبقى الدقيق طبعا بيفرق قوي في العجن. هتجيبي دقيق متعدد الاستخدامات، وهتجيبي كمان كوباية لبن دافي، معلقة خل، بيضاية هنقسمها البياض لوحده والصفار لوحده، بيضة واحدة بس، وربع كوباية زيت، وثلاث معالق سكر وفانيليا، وطبعا كيس خميرة. تعالي بقى في طبق واسع هنحط المقادير بتاعتنا بالتدريج. اول حاجة اللبن، بعد كده الخل، بعد كده كيس خميرة الفورية، والسكر طبعا بيشغلها. ولازم تعرفي ان هي ديت الحاجات الاساسية في العجينة. كل مرة هنحط خميرة نحط عليها سكر. وطبعا الحلو قوي ان هي اتعملت بربع كوباية زيت بس. وهحط بياض البيض بتاعي، وحوالي نص معلقة او معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب المكونات السايبة دي كلها مع بعض الاول. بس يعني احس ان هم اندمجوا مع بعض كويس قوي، فهقلبهم بالمضرب السلك احسن. لقيت المعلقة مش نافعة قوي. اهي قلبتهم حلو جدا زي ما انت شايفة، اندمجوا مع بعض خالص. هبتدي بقى انزل بالدقيق بتاعي، وخلي بالك ان كل واحد فينا الدقيق بتاعه مختلف. بس اهم حاجة يكون حاجة للفطاير والمتعددة الاستخدامات. انا هبتدي بقى اعجن كده. الدقيق بتاعي نزلت معلقه يعني كوبايه في كوبايه كده. هي في النهايه خدت مني 3 كوبايات، بس في النهايه هيديني عجينه بتكون مش ملزقه في ايديا. كنت ناسي رشه الملح، حطيتها في المرحله ديت. وبعدين هبتدي ان انا اعجنهم مع بعض كويس قوي. منفعش طبعا المعلقه، خلاص هدخل ايديا بقى. اعجني بقى على قد ما تقدري، وطلعي كل غيظك من العيال فيها. اعجني حوالي ربع ساعه. لو عندك عجان يبقى طبعا كويس قوي. انا بقى خدتها كده عجنتها بايديا مرة واتنين وتلاتة، وبعدين بقى رحت نقلها على الرخامة بقى. رشيت رشة دقيق، وبعدين ابتديت ان انا بوريك انها لازقة في ايديا لسه. فطبعا هحط لها حبة دقيق كده في حبة دقيق لحد ما تبقاش ملزقة خالص. خدتها بقى على الرخامة، وابتديت ان انا افرد فيها كده يعني يمين وشمال كده، بحيث ان هي تتدعك كويس قوي، تتعجن كويس قوي في بعضها. حوالي 10 دقايق، ربع ساعة مش اقل، علشان تطلع معاكي عجينة طرية وتخمر صح. لو ما عملتيش الخطوة ديت العجينة هتبقى بتمط كده معاكي، وهتبقى سيئة. هسيبها بعد كده بقى تخمر. غطيتها وبعدين هحطها مثلا الفرن تكوني مولعاه وطفياه، بحيث ان هو يبقى دافي مش سخن. انا حطيتها حوالي ساعة الا ربع تخمر. بقت ده منظرها، تضاعفت حجمها، تحفة ما شاء الله. وحاجة كده بيضة، المعلقة الخل بيضت الخميرة خالص وخلتها شكلها جميل. هبتدي بقى انا المها كده واخدها على القرمة بتاعتي عشان اقطعها. هقطعها حوالي كور صغيرة كده. طبعا تقطعيها بالطريقة اللي انت عاوزاها، بس انا قطعتها بالسكينة الحقيقة. هنا كنت بكمل عليها عجنها كده عشان اسويها. قسمتها نصين الاول، كل نص بقى تاخديه تروحي مقطعة منه كده زي ما انت عاوزة الكور بتاعتك. يعني مثلا هتاخدي اول جزء تاني جزء، المهم يبقوا قد بعض في الاخر. باي طريقة بقى تحبيها. عندك قطعة عجين قطعي، ما عندكيش زي حالاتي جيبي بالسكينة. خدت الكرة الاولانية هعملها في حجم الليمونة، الليمونة الكبيرة يعني، ما تكونش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هبتدي ان انا اكورهم كلهم كور قد بعض. اهم حاجة تبقى قد بعض عشان الشكل النهائي اللي انت شفتيه. وهركنها كده في الصينية، وهبتدي طبعا اغطيها عشان ما تنشفش على ما اخلص، لان لسه هعملهم هيطلع حوالي 40 كورة. تمام. بعد ما يعني عملتهم بقى كور، هبتدي اشوف الحشو ايه. انا كان عندي جبنة نستو في التلاجة، كانت بقالها فترة يعني محدش اكلها وكده. الحشو ده بقى بتاعك انتي بقى، اي حاجة تحبيها، جبنة رومي. انا قطعت النستو زي ما انت شايفة كده حتت صغيرة عشان تبقى متناسبة مع الكور بتاعتي. هجيب بقى صينية حلوة كده، حوالي مقاس 28. ماشي. ظبطتها بالزبدة زي ما انت شايفة كده في الحروف بتاعتها كمان، عشان لما الكور تتحط فيها بتاعت العجينة وتتضاعف ما تلزقش فيها خالص. بصي بطنتها حلوة قوي بالزبدة. ادي جبنة النستو بعد ما قطعتها كده كور صغيرة. هحط بقى هعمل حفرة كده في اول كورة بتاعتي. الكورة دي خدت حتة صغيرة قوي اهو زي ما انت شايفة. هبتدي ان انا اقفلها بالشكل ده. اهي بقت كورة جميلة. احطها بقى في الصينية اللي احنا دهناها.
هبتدي بقى اكرر اللي انا عملته دوت لحد ما الحشو بتاعي يخلص. عايزه تحشي مثلا شوكولاته اللي هي بتاعه الطبخ ديت، بتبقى مثلا مربعات كده، صغريها وحطيها فيها ما يجراش حاجه. عايزه تكملي جبنه موتزاريلا ما يجراش حاجه. الحشو ده بتاعك انت. ادي الكور بعد ما خلصتها كلها، هبتدي بقى الصفار اللي كنا شايلينه على جنب، حطيت له معلقه لبن وشويه فانيليا، معلقه لبن وشويه فانيليا، وابتديت ان انا ادهن بيه وش كل الكور اللي عندي اللي انا عملتها من العجينه. ادهنهم كويس كده وشها بس. وطبعا الخطوه ديت حلوه جدا لانها هتدي لون حلو قوي لوش العجينه. هتلاقيها بقى كده لونها زي بتاع الافران بالظبط. وغير كده كمان لما جيت احط بقى السمسم عليها، السمسم طبعا هيبتدي ان هو يثبت على الوش اهو. زي ما انت شايفه حطينا كده شويه سمسم كده بسيط اوي. عايزه تحطي حبه البركه حطي، بس انا عندي الاولاد يعني مش بيحبوها قوي عشان معايا اطفال صغيره. ادي السمسم اهوت كده هيديكي بقى شكل تحفه لما تستوي. هبتدي كمان بعد ما اخلص الخطوه ديت وارش السمسم على وشها كلها، هسيبها تخمر تاني حوالي برضو ساعه الا ربع. غطيتها وسبتها في مكان دافي. بصي بقى بعد ما خمرت الكور ابتدت تلزق في بعض، خدت الشكل اللي انا عاوزاه. الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله، استوت اهي تحفه.